السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي احسن حال. الفيديو النهارده فيديو المشتريات، بس مشتريات شهر 11 والبلاك فرايداي مع بعض او الوايت فرايداي ايا كان يعني. المهم ان انا ما كنتش عايزه اعمل الفيديو ده دلوقتي، ولكن في حاجات انا شايفاها سعرها كويس جدا جبتها، فقلت الحق اصور الفيديو عشان لو حاجه بتحد وحابب يجيبها يلحق انها يجيبها لانها لسه موجوده. فتابعوا معايا الفيديو لاخره ويلا بينا نبدا. قبل ما ابدا الفيديو بتاعي حابه ان انا اتكلم معاكم شويه في موضوع المشتريات وفي موضوع البلاك فرايداي والتخفيضات والحاجات دي كلها. عايزه اقول لكم لو انتي بتتفرجي على اي حد سواء انا او غيري جايب حاجات وحاسه ان انتي فايتك الفوطه، او انتي عايزه تجيبي الحاجه دي ومش عارفه، محتاجه ان انتي تقفي شويه مع نفسك تشوفي اصلا الحاجه اللي انتي بتشوفيها دي هل هي في احتياجك فعلا ولا لا. يعني مثلا ما تكونيش انتي محتاجه طرحه او غسول، يعني حاجه خلصت من عندك وشايفه حد بيتكلم مثلا على ماسكارة ميبيلين او اي ماسكارا فظيعه بتطول وحلوه جدا وعليها تخفيض هايل، لو ما لحقتيهاش هتخلص، مش عارف ايه الكلام ده كله كلام الدعايه. فلو انتي انجذبتي للموضوع دوت يبقى الغلط عندك. ليه؟ لان انتي اولا انجذبتي لحاجه انتي مش في حاجه ليها، انتي سبتي لاحتياجك الاساسي اللي هو مثلا الغسول بتاعك او الطرحه اللون الفلاني اللي انتي محتاجاها، وانجذبتي ناحيه حاجه انتي اصلا ممكن تجيبيها وما تعجبكيش، ممكن تجيبيها وما تستخدميهاش، ممكن تكوني اصلا مش بتحبي الميك اب بس كلام الدعايه او كتر الكلام عن المنتج شدك فحبيتي ان انتي تجيبيه، وبعد ما صرفتي الفلوس فيه هتحسي بعد كده بقى بالندم. وهي بتبقى رغبه او احساس، لان كلنا كده، احنا كلنا كبنات كده. بس فكره ان انتي يعني انا بقيت بحس ان انا بتمسك شويه بالموضوع دوت، او اللي هو بقيت بتراجع شويه في الموضوع دوت لما بقيت ان انا اشوف حاجات كتير واشتري حاجات كتير واجرب حاجات كتير، فبقيت احس فعلا ايه اللي انا محتاجاه وايه الضروري بالنسبه لي. فلازم كل بنت وكل سيده تعمل كده، ما تنجرفش ابدا يعني تحت الهوجه بتاعه الدعايه. الخاتم اتكسر وانا بتكلم فمضطره ان انا اشيله يعني. ما تنجرفيش تحت الهوجه بتاعه الدعايه وده حلو جدا عليه اوفر يلا الحقي وقبل ما يخلص والكلام ده كله. محتاجه ان انت تشوفي احتياجك اللي انت ناقصك، ولو حاجه انت مأجلاها مثلا علشان ناقصاكي ممكن تستغلي ساعتها العروض وتشوفي هل فعلا الاوفر اللي نازل عليها مناسب ليكي ولا لا. غير كده اوعي ابدا تجيبي اي حاجه انت مش في حاجه اليها او هي حاجه ترفيهيه بزياده، ممكن تكوني سايبه الحاجه الاساسيه. لا، دوري على الاساسي بالنسبه لك. ولو يا ستي معاكي فلوس زياده وحابه ان انت ترفهي عن نفسك مش عيب، ولكن اوعي تسيبي الاساسيات لمجرد الكلام بتاع الدعايه او الانجذاب اللي احنا بنشوفه ده، وتسيبي حاجتك الاساسيه. دول كلمتين حبيت ان انا اقولهم، لان دلوقتي الحياه بقت غاليه وكل حاجه بقت غاليه، اقل شيء يعني لا يذكر بقى غالي وكل حاجه سعرها بقى يتضاعف. فكل قرش معاكي بتبقي محتاجه ان انت تستغليه في المكان الصح وتكوني جايبه فعلا الحاجه اللي انت في حاجه اليها، مش مجرد بس عشان فلانه شكرت في الحاجه دي هروح ان انا اجيبها. حتى لو كنت انا يعني الحاجه اللي انا هوريها لكم دلوقتي لما اعرضها انت شوفي بالنسبه لك لو هي فعلا محتاجاها. الحاجه اللي اسماء قالت عليها دي خلصت من عندي فانا هروح اجيبها علشان انا فعلا محتاجاها وسعرها بالنسبه لي كويس ومناسب للبادجت بتاعتي هروح اجيبها. غير كده ما تمشيش ورا هوجة دعايه او كلام اي حد حتى لو كنت انا. حبيت بس ان انا اقول لكم الكلمتين دول لاني انا شايفه فعلا مهازل بصراحه، وبشوف على جروب الفيسبوك حاجات كتير قوي من البنات ان هي نفسها تجرب الحاجه الفلانيه لمجرد بس الدعايه مش لمجرد انها محتاجاها. فناخد بالنا من المواضيع دي يعني، والله المستعان. ويلا بينا نشوف المشتريات اللي انا جبتها اللي في العروض. اول حاجه حابه بس ان انا اقول لك عليها هي الحاجات اللي شفتها عليها تخفيضات حلوه جدا جدا بالنسبه لحاجه البيت يعني.
المرشدي فرع زايد، هو مول كبير كده للي ما يعرفوش، كذا دور، لامم كل حاجة البيت، لامم حاجة المطبخ، حاجة الأجهزة، السجاجيد، الستاير، كل حاجة ممكن يحتاجها البيت في المرشدي ده. وانا بصراحة بحب جدا جدا اجيب حاجتي منه دايما. بقالي حوالي سنتين، الفترة الأخيرة، سنتين الأخرانيين يعني، دايما بجيب حاجة البيت من عنده، ودايما الحاجة بتاعته بصراحة ممتازة ولا غلطة يعني، ولا مرة اشتكيت من الحاجة عنده ومن التعامل كمان معاهم. فلما روحته كان عامل تخفيضات على كل حاجة يعني. شوفي بقى لو انت محتاجة مثلا حاجات حلل، طاسات، بايركس، مجات، اللي هي الادوات التوزيع، عامل خصم على كل حاجة في البيت ممكن تحتاجيها. ولو انت عروسة وبتجهزي استغلي التخفيضات بتاعته وروحي شوفي اللي ناقصك عنده، هتلاقي فيه حاجات وعروض حلوه جدا. برضو حبيت ان انا اقول لكم على الجزئيه دي، لاني فعلا لما شفته قلت لا انا هتكلم عنه وانا بقول على المشتريات، لاني جبت منه حاجه كويسه جدا جدا. والحقيقه انا كان نفسي فيها من زمان، وشايفه ان هي الحل الامثل لغمقان الركب بصراحه وقت الصلاه. هو سجاده الصلاه دي انا جبتها وعرضتها على الانستجرام، اللي متابع الانستجرام هيبقى شايف الحاجات دي اصلا كلها على الانستجرام. بصوا ده كده شكلها، الميزه فيها ان هي متبطنه من ورا بسفنج، فتحس ان انت بتصلي على مرتبه كده يعني. فالاحتكاك اللي بيحصل في السجاجيد العاديه، المصليات مع السجاجيد العاديه، هو ده اللي بيعمل الاسمرار في الركب. حتى لو كنت بترطبي، بس طبعا مش هنبطل صلاه، فمع السجود وان احنا بنحتك، بنخلي في احتكاك بين منطقه الركبه والسجاده العاديه، فبيحصل الغمقان اللي بنشوفه في منطقه الركب، بيبقى عامل زي الزبيبه عند الرجاله، بس عندنا احنا زبيبه الصلاه في الركب. فانا كنت بقالي فتره بدور على مصليه تكون متبطنه كده وخامتها تكون كويسه، فلقيتها هناك وكان عليها تخفيض حلو جدا. عايزه اقول لكم ان انا شفتها هي بالظبط قبل البلاك فرايداي باسبوع بالظبط يعني، كان في اخر شهر 10 كانت موجوده ب 500 جنيه، 500 ل 20 تمام. كانت موجوده، ده شكلها كده. وبرده هحط لكم فيديو صغير ليها هنا على جنب معروضه وانا بعرضها على الانستجرام. بصوا الشراشيب بتاعتها شكلها حلو قوي وخامتها جميله. وبصوا من ورا ليها سوسته كده عشان تفكيها وتغسلي الكفر بتاعها وترجعي تلبسيه تاني للسفنجه. ففي البلاك فرايداي او في العروض التخفيضات اللي موجوده عند المرشدي، رحت لقيتها ب 260 وبيجي معاها كفر كده علشان لو هتقدميها هديه تكون محطوطه في الكفر، كانت متطبقه كده ومحطوطه في الكفر. فدي حاجه كويسه جدا وشايفه ان هي حل ممتاز. وكمان فكره ان انت تجددي الادوات بتاعه الصلاه بتاعتك، اسدال جديد، مصليه جديده، ده شويه بيحمسك على ان انت تقبلي اكتر على الصلاه وتحافظي على مواعيدها، كتجديد كده للفتور اللي بيحصل عندنا، ان ممكن مثلا نجمع الصلوات او تاجلي الصلاه دي مع الصلاه دي، اللي هو او ممكن يفوتك صلاه اصلا. فالحاجات دي لما تحسي ان انت وقعتي في النقطه دي، هاتي حاجه في الصلاه جديده تشجعك على المواظبه، وانك انت تبقي متحمسه تلبسي الحاجه دي او تفرشي المصليه الجديده عشان تصلي. فدي من الحاجات اللقط بصراحه بالنسبه لي اللي انا كنت بدور عليها، ولما لقيتها فرحت جدا اني لقيتها، خصوصا ان شكلها اسود كده زي الكعبه والحاجات الحلوه دي يعني. ربنا يوعدنا جميعا. بعد كده الحاجه اللي جبتها من المرشدي برضو، بس هي بصراحه كانت هديه من جوزي، جاب لي اللي هي السلكه بيل 9 اللي هي بتبقى كده بس من غير اي ملحقات تانية معاها، اللي هي بيبقى معاها بس الملحق بتاع الشفرة والملاقيط نفسها. طبعا انا اخترت ان انا اجيب الناين علشان خاطر اولا انا مش محتاجه الملحقات اللي بتيجي معاها، الفرشه والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت كنت محتاجه وسيله ازاله تشيل الشعر من الجذور، لان انا باخد فيتامين يعني، وكمان بستخدم وسيله الازاله بتاعتي الشفره، فبصراحه ما بلحقش ان انا اعمل ازاله. وكنت قلت الموضوع ده قبل كده في فيديو، في بنت ضحكت قالت لي بتعملي ازاله يوم بعد يوم، مش كده كتير.
فهو كتير بس غصب عني، لان انا بلاقي الشعر طلع فبضطر ان انا اشيله. فكنت محتاجه وسيله ازاله للايد والرجل بالذات تكون بتشيل الشعر من الجذور، على اساس ان هي تقعد او تطول الفتره شويه، بدل ما انا بعمل كتير كده وكتر استخدام الشفره الشيفنج او الفينوس يعني. لما بستخدمها كتير بحس ان انا جلدي وجعني، وبحس برضو في تهيج. يعني هي بتبقى حلوه لما بتبعدي الفتره شويه، يعني كبيرها قوي مرتين في الاسبوع هيكون حلو قوي. فعشان كده اخترت ان انا اجيب السلكه بير. هي طبعا هديه بس انا عارفه ثمنها، كان نزل عليها تخفيضات حلوه جدا من البارتيشن بتاع براون نفسه في المرشدي. هي بتيجي معاها المكنه نفسها زي ما انتم شايفين، وبيجي معاها الوحده دي بتبقى عامله زي الشيفنج، بس لا هي دي اللي بتبقى عامله زي الشيفنج اهي، ودي اللي هي الملاقيط، بيبقى فيها ملاقيط كتير قوي. طبعا انا مش هتكلم عنها دلوقتي، هعمل لكم ريفيو مخصوص عنها هي والاديشن القديم والفرق بينهم. وبيجي معاها الكفر ده عشان ما يحمي شويه يعني تحطيه كده عشان ما يلمس الجلد. وبيجي معاها كفر وفرشه. الكفر ده بيتفرد عشان لو هتاخديها معاكي في حته زي شنطه كده، والفرشه دي عشان تنضفي مكان الشعر. وبيجي معاها الشاحن بتاعها، وطبعا انتي بتشحنيها وبتستخدميها، مش لازم يكون الشاحن محطوط في الفيشه يعني. بس والكتالوج بتاعها وكده، دي كان عليها اوفر حلو قوي، كانت نازله ب 2050 مش عارفه بدل 2400 تقريبا او حاجه زي كده. المهم ان هي كان نفسي فيها يعني، والحمد لله جبتها. ما جربتهاش غير مره واحده، واكيد هجربها اكتر من مره عشان اعمل لكم ريفيو شامل عن كل حاجه. على الحاجات اللي جبتها من المواقع زي جوميا وزي نون وزي صحتي كير والحاجات دي كلها. وبمناسبه المواقع دي بقى عندي كود خصم على صحتي كير ولوليا كلودت. الاثنين دول موقعين انا اشتريت منهم قبل كده وما زلت بشتري. بصراحه الحاجه بتاعتهم كويسه جدا، ولما بيعملوا سيل بيبقى فعلا الاسعار عندهم كويسه جدا. فجبت منهم كام حاجه هوريها لكم. لو حسيتي ان انت محتاجه الحاجات ديت هسيب لك طبعا كود الخصم في صندوق الوصف او الكومنت مثبت عشان يديكي خصم اضافي 10%. لو حبيتي تختاري الحاجه دي هيديكي خصم اضافي. اول حاجه جبتها من على جوميا، اللي متابعني من زمان عارف قد ايه انا بحب معجون الاسنان بتاع سونسوداين مالتي كير، اللي هو عنايه متعدده، اللي هو بيبقى شكله ده كده. انا دايما بجيب الحجم الصغير اللي هو 50 مللي، وساعات بجيب كمان ال 15 مللي. فال 50 مللي بيبقى ب 35 جنيه من الصيدليه او من هايبر ماركت او اي حاجه يعني. المهم لقيت العرض ده على جوميا، الحجم ال 100 مللي الاثنين مع بعض وعليهم واحد هديه ب 115. ولما تطلبي العرض بيديكي 10% اكسترا من عندهم من غير كود خصم ولا اي حاجه. فطبعا لما شفت العرض ده طلبته على طول، لانه بالنسبه لي موفر جدا وانا بستهلكه كتير جدا وبجيبه على طول. فقلت اجيبه هينفعني ويقعد معايا حبه حلوين. فكان سعره 105 الثلاثه دول مع بعض، في حين ان الحجم ال 100 مللي ده في الهايبر ماركت بيبقى ب 53 جنيه. فحسيت ان هو كويس قوي، والعرض ده لسه موجود لو حابه تطلبيه. ادخلي على ابلكيشن جوميا واكتبي سانسوداين مالتي كير هيطلع لك العروض بتاعته. بعد كده جبت من نون. كنت اول مره بصراحه اطلب من نون حاجه، يعني انا بقالي كتير قوي بسمع عنه وما طلبتش منه حاجه قبل كده. فلقيته منزل خصم حلو قوي على اللي هو التاتو لاينر بتاع مايبلين، اللي هو اللون البني اللي هو اوريدي انا حاطاه النهارده. عايزه اقول لكم ان انا كنت بستخدم اللي هو قلم الحواجب بتاع شي جلام اللي لونه اش براون، كان بني كده خفيف، بس كنت بحب احطه على العين اكتر من الحواجب. بجد كان ممتاز. وانا بحس ان دايما اللون البني بيكون انعم شويه على العين من اللون الاسود، بيبقى حاد او عايز خروجات معينه. فحبيت البني ده للخروجات العاديه، النزولات اليوميه، الحاجات دي كلها. فحبيته قوي وحبيت الدرجه بتاعته، خصوصا اني ناعم جدا وثباته حلو، والدرجه بتاعته رهيبه. الدرجه بتاعته البني شايفين درجه البني الحلوه قوي دي، وناعم قوي على العين، مش بيحسسها ولا اي حاجه. عجبني. كان نازل عليه اوفر ب 77 جنيه. بس نون ما عندهمش الشحن فري زي جوميا، فكان الشحن بتاعه حوالي 22 جنيه.
فيعني وقف عليا كل الموضوع 85 جنيه، فستيل حلو لاني شفته على مواقع تانية كان ب 144، فحسيت ان الاوفر بتاعه كويس انه ما جابش ال 100 جنيه، فدي حاجه كويسه وعجبني جدا. كمان عايزه اقول لكم على حاجه ممكن تيجي في بالكم وانتوا بتتفرجوا. طيب موضوع الحاجات اللي بيبقى نازل عليها اوفر، هل الصلاحيه بتاعتها بتبقى كبيره ولا حاجات قربت تنتهي او كده؟ طبعا انا الموضوع ده بيهمني زيكم، فبتاكد من الصلاحيه قبل ما استلم الاوردر. فبالنسبه للكحل ده كان لحد 2025، وبالنسبه للمعجون الاسنان لحد 2024. وزي ما قلت لكم قبل كده ان الصلاحيه بتبدا من تاريخ الفتح بتاعها، مش لحد السنه اللي مكتوب عليها، الا لو انت جايباه وشايلاه مش هتفتحيه في الوقت نفسه. بعد كده جبت بقى شويه مشتريات مش عليها تخفيضات ولا حاجه، حاجات من الصيدليه دايما بستخدمها وما بستغناش عنها صيف او شتاء، فبرضو قلت اكلمكم عنها. هو ده حاجات كده من الصيدليه. جبت كذا كريم كده. اول واحد جبت زنك اوليف، اللي متابع من زمان برضو عارف قد ايه انا بستخدمه، سواء للحفاض عند سيف ابني، وبجيب واحد ليا علشان خاطر بعد الازاله في منطقه البيكيني بالذات بيهدي الالتهاب جدا، لو في اي احتكاك، لو في اي حرقان، مش بيخلي فيه حكه او تهرشي يعني او اي حاجه في المكان. فهو كويس جدا وسعره حلو قوي، 35 جنيه. بيقعد مده طويله لان انت اكيد مش بتحطي منه يوميا، فبيقعد بعد الازاله بيقعد حبه حلوين يعني معاكي، لان انت بتحطي بعد الازاله، فحلو قوي وانصحكم بيه لمنطقه البيكيني بالذات. كمان جبت الكربوميد من الحاجات اللي انا دايما بقول لكم مجرد ما الشتاء يبدا لازم يكون عندي. هو بصراحه صيف او شتاء، بس انا بستخدمه في الشتاء اكتر لانه هو فيه 10% يوريا، فبيرطب الرجل جدا لاني بحب البس شراب بعديه، فبحس ان الرجل بتبقى بيبيهات. ومن زمان وانا بكلمكم عنه، وهو منتج اصلا رخيص خالص في حدود ال9 جنيه، بيبقى 9 او 10 جنيه، لا والله غالي بقى ب15 جنيه بس. يعني حلو قوي ودايما بنصحكم بيه، وبيقعد حبه حلوين برضو. يعني انت تاخدي منه كميه بسيطه بتدهني على الرجل كله والصوابع وحوالين الضوافر بتاعه الرجل، دايما بيبقى ناشف، فحاولي ان انت تحطي برضو على حوالين الضوافر، هيرطب كويس جدا يعني، وهتلاقي نتائج ممتازه. طالما جبت سيره الكربوميد لازم اجيب البنسينول برضو مرطب عام، ينفع ترطيب يومي لمنطقه البيكيني والاندر ارم وللجسم كله، حتى بعد الشيفنج برضو حلو قوي لانه ما فيهوش عطور، فهيبقى حاجه ممتازه بعد الازاله. بس هو بيخلص بسرعه لو هتدهني بيه الجسم كله، لكن لو اماكن معينه هيقعد معاكي، وده سعره برضو 22 جنيه الحجم الكبير. كمان جبت كريمين تانيين برضو ما بستغناش عنه، واحد منهم يعني بستغناش عنه، البريدوكاين من انواع المخدرات، يعني مخدرات المخدر، يعني بيعمل زي بنج كده موضعي للمنطقه اللي انت عايزه تزيلي بيها الشعر، او لو هتعملي ليزر او كده. في ناس بتشتكي ان هو مش بيعمل تخدير كويس للمكان، ممكن تكونوا بتستخدموه غلط. استنوا مني ريل صغير على الانستجرام هقول لكم بالظبط تستخدموه ازاي عشان تاخدوا نتائج مرضيه، وهبقى انزل الريل على برضو الشورت فيديوز على اليوتيوب، علشان لو محدش شاف الانستجرام هعمله لكم قريب ان شاء الله عشان تاخدي منه نتائج حلوه. وده كان سعره تقريبا 16 جنيه ولا حاجه، حلو جدا وما بستغناش عنه. اخر كريم معايا من الصيدليه، وده اللي اول مره اجيبه، ما استخدمتوش قبل كده خالص، بس بصراحه حسيت ان انا محتاجاه الفتره دي. هو الادبالين تقريبا الناس كلها بتتكلم عنه دلوقتي وناس كتير جربته، بس هو مش كريم اي حد يجيبه. لو انت مثلا عندك مشكله او كده، انا بقالي فتره حاسه ان الحته دي عندي فيها حبوب تحت الجلد كده شويه، فقلت ان انا اجيبه واستخدمه بالطريقه الصح، اللي هو ما بحطوش يوميا، بحطه بالتدريج، مره مثلا في الاسبوع، بعد كده مرتين، واحطه بالليل، وبحط بعديه كريم مرطب يكون قوي. فلسه مستخدماه، مش هتكلم عنه دلوقتي، بس حبيت ان انا اقول لكم عليه عشان تتابعوا معايا النتيجه لما اعمل لكم ريفيو عنه. وده كان سعره تقريبا 16 جنيه ونص. بعد كده جبت من الموقع بتاع صحتي كير، زي ما قلت لكم استخدمت كود الخصم بتاعي، ولقيت عندهم اوفر حلو جدا على منتجات نوكس، فانا حبيت ان انا اجيب الليب بالم بتاعتهم، لان الليب بالم بتاعتي خلاص بتخلص،
فقلت اجرب الليب بالم بتاعت نوكس. ريحتها تحفه، ريحتها حلوه قوي، كانك بتحطي بالظبط عسل على شفايفك وبيرطب الشفايف حلو جدا جدا جدا. ريحتها حلوه قوي، ترطيبها ناعم قوي، جميله بصراحه، عجبتني. بقالي شويه بجربها من ساعه ما جبتها، ما بستخدمش غيرها، عجبتني جدا. وكان الاوفر عليها حلو جدا، كلنا عارفين حاجه نوكس غاليه، فكانت نازله من 125، هم كانوا عاملين 20% خصم تقريبا او 30، وال10% بتوعي، فجبتها ب 90 جنيه. فكان اوفر بالنسبه لي كويس قوي ان انا اجيب ليب بالم من نوكس ب 90 جنيه دي ولا حاجه. فمش عارفه، هسيب لكم برده اللينك بتاعها تحت لو لسه موجوده، لان انا كنت شايفاها سولد اوت. برده جبت ليب بالم تانية وانا في مول العرب، لقيت البارتيشن بتاع براند اسمها بابلز، ده كده شكلها. انا بصراحه جبتها عشان هي بالفراوله، ريحتها عجبتني جدا، وكمان بتدي هنت كده بسيط، ما بتديش لمعه ولا لون ولا اي حاجه، لا لون كده خفيف خالص. هي دي الدرجه بتاعتها، لونها مش هيبان اصلا، بصوا لونها مش هيبان، هي بتدي لمعه كده بسيطه، وريحتها قمر قوي. هم عندهم تقريبا 4 الوان منها، اللي بجوز الهند والاناناس، وتقريبا مش عارفه الطعم التاني. فانا حبيت اللي بالفراوله دي، كان سعرها 40 جنيه. بعد كده دخلت مينيسو، جبت منه حاجتين. جبت منه المانيكير ده، هحط لكم الدرجه بتاعته ولونه على ضوافري، عجبني قوي شكل العبوه بتاعته، وقلت اجرب المانيكير بتاع مينيسو، سمعت ان هو كويس يعني، وكذا حد شكر فيه. الفرشه بتاعته عجبتني قوي، ان هي عريضه كده حلوه، بتحط كويس، واللون كمان عجبني قوي، تحسوا ان هو بني على بتنجاني، يعني عارفين الدرجه اللي هي الشتويه دي، كمان شكله بيبقى شيك قوي في الايد. فجبته، كان سعره 30 جنيه، وجبت منه حاجه كان نفسي اجيبها من زمان، بقالي كتير بدور عليها بس تكون بجوده كويسه. اولا ده شكل العلبه كده بتاعتها، اللي هي الفرشه بتاعت البلاشر. كان نفسي اجيبها، بصوا شكلها كيوت ازاي، ولونها حلو قوي قوي يعني، عجبتني. انا كنت هطلبها من شي ان، بس لقيت سعرها غالي قوي على شي ان هي تبقى فرشه عادي، يعني ان هي تتحط معاكي في الشنطه. بصوا هي بتبقى كده، وبعدين تنزليها فتتفرد معاكي، شعرها حلو قوي. كان نفسي ان انا اجيب واحده للشنطه، بالذات لما بروح عند بيت بابا وببقى قاعده يومين او كده، وبحب انزل، بتتبهدل في الفرش بتاعتي العاديه، بتتبهدل في الشنطه، وبعدين بقى بتنقل ميكروبات وتلوث، بعدين نرجع نحطها على بشرتنا، فبتبقى حاجه مش صحيه خالص على البشره. فدي الكفر بتاعها يحميها، وكان سعرها 40 جنيه، فسعرها حلو قوي، او 39 يعني 35، مش فاكره 35 ولا 40، بس ستيل سعرها حلو. بس اجيب ايلاينر قلم ما يكونش يعني ريشه، القلم اللي هما زي دول كده منهم فيه، بس ما كنتش عايزه اجيب حاجه في الاول غاليه، قلت ربما ما اعرفش استخدمه، فخليني اجرب في حاجه سعرها بسيط. بصراحه كنت جايباه ومش متامله فيه خير قوي يعني، عادي. فجبت النوع بتاع ام ان، بصوا بيجي شكل الباكج يعني حلو قوي، بصوا شكل الباكج تحسوها مصروف عليها كده، وبيجي محطوط هنا وبتاع، فانا قلت اجربه يعني، فجبته. بصوا ده شكل الفرشه بتاعته كده. عايزه اقول لكم سواده رهيب، انا عايزه اجربه لكم، وبس للاسف يعني انا هجربه ودول عشان اطلعها بقى معاناه. ثباته حلو قوي، بيطلع بصعوبه. بصوا سواد اللون اللي تحت ده، لان اللي فوق ده الكحل. ثباته حلو جدا. اللون بتاعه اول ما تحطيه مش بيبقى مط، بيبقى فيه لمعه زي البلاستيك كده، بس بعد كده بتهدى ويبقى ثباته حلو جدا. عايزه اقول لكم كنت خارجه من الصبح، حطيته من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 12 بالليل، يعني متخيلين اكتر كمان من 12 ساعه. فكان ثباته هايل معايا، وبيتشال بالميك اب ريموفر بكل سهوله، وسواده فاحم وحلو جدا، وكان ب 30 جنيه. فعجبني قوي بصراحه. لو حد عايز يجرب في حاجه قلم يجيبه، على ضمانتي هيعجبه جدا، وما بيحسسش العين ولا اي حاجه. الحاجه اللي انا جات لي دي او جبتها من شي ان، انا كنت مستنيه الاوردر ده من شهر 9 اللي فات، او من اخر 8 كمان، واتاخر عليا جدا لحد ما ربنا اذن وجالي نصه. فاكرين لما كنت بقول لكم انا طالبه اوردر من شي ان حاجتين، جالي منهم حاجه واحده، والحمد لله انها جت. وهي مجموعه الخواتم بتاعتهم دي، اللي هي بتبقى باغ او بلاستيك. انا لابسه واحد دلوقتي منهم، ده شكله. عايزه اقول لكم انا بحب جدا شكل الخواتم البيزك قوي، واللي خامتها ما بتصديش.
اي حاجه من شي ان بتبقى معدن زي كده او سيلفر بتلاقيها بتصدي على طول، لكن النوعيات دي انا ما كنتش لاقياها في السوق، وفي نفس الوقت مش لاقيه مقاسي، يعني في حاجات بشوفها بس ما بتبقاش مقاسي. فانا طلبته، كنت خايفه منه، هقول لكم على المقاس بتاعي لان انا بشوف كذا حد بيجيب الحاجه وما بيقولش مقاسه عشان اقدر ان انا اطلب ولا لا. انا مقاس الصباع بتاع الدبله مقاس 18، فهم طالعين جم مظبوطين جدا، بصوا مظبوط جدا، والالوان بتاعته فظيعه، وبصراحه كان اسعارهم حلوه. بس طبعا اكيد دلوقتي غالي لان كل حاجه غليت، فاكيد سعره مش هيكون زي ما انا جبته. بصوا بقى فيهم كام لون، هم 15 خاتم، بصوا الالوان بتاعتهم. في اللي هو الشفاف ده يليق مع كل حاجه، في الاصفر درجتين، وانا بحب جدا الحاجات دي لاني مع اللبس بحب اليق كده اللبس. في الاخضر ده جميل قوي، في لونين من اللبنيات، واحد غامق واحد فاتح، وفي بصوا الابيض برضو واحد كده ماربل شويه، وواحد ابيض صريح، وفي الاورنج ده كنت بدور عليه ما كنتش لاقيه الدرجه دي خالص، وفي البينكات واحد بينك صريح وواحد كشمير، وفي الاسود طبعا اللي هو لا غنى عنه، وفي اللون الكحلي ده خطير، بصوا اللون ده جميل قوي، وفي اللي هو الموف ده، وفي اللي انا لابساه الاخضر ده جميل جدا. ممكن بقى تلبسي اتنين فوق بعض لو انت حابه، يعني تلبسي اتنين فوق بعض في يعني في حته لوحدهم كده. انا هنوع بيهم، انا بصراحه فرحانه بيهم جدا، بحب الاكسسوارز والخواتم، وبحب احط بالذات فلوس في الحاجه اللي مش بتصدي ولا كده، لاني بحس ان انا رميت فلوسي في الارض. فدول حلوين قوي، يعني 15 خاتم كانوا تقريبا ب 150 جنيه، فلو انت حسبتيها هتلاقي ان الواحد ب 10 جنيه، فيعني يا بلاش. فحلوين قوي قوي قوي، عجبوني ومبسوطه بيهم جدا، يعني بعد طول انتظار بس في الاخر مبسوطه بيهم. ودايما لما بطلب بيجيلي حاجات صغنونه كده معاهم شيك. الفيديو طول قد ايه، بس خلاص اخر حاجه معانا دلوقتي هقولها لكم. لسكان فيصل والهرم اكتشفت محل، او مش محل، هو واحد واقف في الشارع بيبيع طرح رهيبه يا بنات، رهيبه بجد. اللي ساكن قريب من شارع العريش يروح للراجل ده على ضمانتي، بس متخلصوش الطرح عشان انا لسه عايزه اروح اجيب. بصوا جبت من عنده، لقيته واقف في الشارع كده عند محل اسمه لولي على شارع فيصل. لولي ده من ناحيه فيصل، ولو انت جايه من الهرم يبقى هو اخر شارع العريش. لقيت من عنده طرح سكارف حلو قوي. اول واحد في منه اللي انا لابساه ده، عايزه اقول لكم السكارف ده كبير طويل بيتني نصين، وانا تينياه كمان من قدام. خامته رهيبه، اللي هي القطن الناعمه اللي بتقف بسهوله، بتتني بسهوله، مش حاطه فيه ولا دبوس. انا لابساه كده مش حاطه فيه ولا دبوس. انا بحب السكارفات في الشتاء عشان الحركه دي والحاجات الهاي نيك وكده. بجد خامته ممتازه ممتازه، وهتستغربوا سعره. انا ما صدقتش خالص ان ده ب 25 جنيه. انا دخلت محل تاني قصاده، محل لقيته هو ب 65 جنيه، فشايفين الفرق. فلما لقيت كده رحت جايبه بقى واحد تاني، ويعني والحظ الحلو، بصوا ده كنت لابساه في فيديو الايميتز قبل كده، بصوا كبير ازاي، كبار وحلوين وخامتهم ناعمه جدا جدا. والفلوري ده كان نفسي فيه قوي، يعني الحاجات اللي هي طالعه البلدي دي كان نفسي فيها، فلا لما لقيته عجبني قوي. متخيلين بقى الخامه دي والشكل ده يعني بالسعر ده، يا بلاش. حبيتهم جدا جدا جدا، الاسعار جميله. قلت اروح كل ما انزل العريش اجيب منه، بحيث ان انا اجيب بقيه الالوان اللي انا محتاجاها. حلوين قوي وخامتهم حلوه وناعمين كده، فحبيت ان انا اقول لكم عليه. وكمان جبت لافوال اللي هي البندانه دي، بس عايزه اقول لكم لو انتوا هتجيبوا البندانات بتاعه لافوال هاتي اللي هي مقفوله كده دي. بصوا دي خامتها حلوه قوي وغسيل ولبس. دي اللي انا لابساها غسلتها كتير وزي ما هي، لكن اللي بتبقى برباط من ورا خامتها بتبقى اخف، فمع الغسيل حتى لو على ايدك بحس انها يعني ايه بترهرط كده، مش اللي هي ماسكه نفسها زي دي. فدي بالنسبه لي عجبتني اكتر، وسعرها كان تقريبا 40 جنيه، فسعرها حلو وبيقعدوا كتير قوي. وزي ما قلت لكم انا هجيب منهم على طول بعد كده، حلوين قوي قوي وانصحكم بيهم. بس كده دي كل مشترياتي في التخفيضات وفي العروض والحاجات اللي انا كنت محتاجاها. انت شايفه ان انت محتاجه حاجه منهم هاتيها. لو انت شايفه ان مفيش اي حاجه في احتياجك، ما تجيبيش اي حاجه لمجرد ان فلان جابها، او لمجرد اني انا حابه يكون عندي الحاجه دي عشان ما يكونش فايتني حاجه. بلاش المبدأ ده. وان شاء الله في كذا موضوع كده
من المواضيع الحياتيه عايزه اكلمكم فيها. فلو انتوا حابين ان الفيديو يبقى مجرد كلام وفضفاضه كده زي كل يوم 3 قاعده مع البنات، قولوا لي وانا اعملهم واصورهم قريب، لان في كذا حاجه كده عايزه اكلمكم فيها واشاركها معاكم ونتشارك كده اراء بعض باذن الله يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. مع الف سلامه.